مع الهلال بعقد لمدة 3 سنين. ما يحتاج اتكلم منو ياسين بونو. شفنا مباراة امس اشبيليا بنهائي السوبر ضد مانشستر سيتي وشفنا النسبة. تعرف معنى النسبة؟ بس ما يحتاج تغير مصطلح اسم نسبة تحط ياسين بونو. وبيعطيك معلومة سريعة يعني ياسين بونو حصل على المركز التاسع، ركز على المركز التاسع وهو حارس بجوائز الكرة الذهبية 2022، جوائز الكرة الذهبية الأخيرة. يعني شنو تبي حارس أقوى من كذي؟ شنو تبي حارس أفضل من كذي؟ عموما مبروك الهلال من قلب نصراوي صميم يعني، بس تستاهلون الهلال. حبيبي الهلال شنو صاير ما شاء الله تبارك الله. ما قلنا شيء، بس انت جايك خبر مثلا انك بتشارك في كاس العالم. انت يا رجال لو بتشارك في في الحرب العالمية مو بكاس العالم ما تسوي كذا. ما شاء الله. شايف اللي جنبي هذا الحارس؟ هذا ترى حقكم، حارسكم والله العظيم. يمكن انت ناسي ولا حاجة، ترى حارسكم. وفي النهاية ترى شال اهداف شال زين، وتتذابح عليه الأندية المفروض. هذا شنو فيه؟ لو بين الصفقتين اصلا نيمار وبونو يعني اقل من 48 ساعة. يعني حتى بيريز ايام الجالاكتيكوس ما سواها. ما شاء الله يعني. قبل اكمل 10 تذاكر لمباراة الهلال بخصوص تقديم ما اتوقع بونو مع نيمار يوم السبت بوزعها ان شاء الله في البرنامج الاصفر، بكتب لكم هنا. وبرضه 5 تيشيرتات لعيونكم افرحوا لا في البرنامج الاصفر كلها تيشيرت نيمار بونو اي رقم تبي. فالبرنامج الاصفر هذا هو. تعالوا الحين هذول كلهم بنلعب ضدهم، يعني حنا ما صدقنا على الله. اسبوع واحد قلنا طاحوا والله ولك الحمد، رجعوا اخس وخس. الحين بيجي هلال يا ما عندنا فئة ايه وقلوب مكسوره ومدري ايش. متى يجينا ظهير؟ راح اجيك انا راح اجيك في الحلم ولا في اي مكان. راح اجيك واتفاهم معك. بكره الهلال السلام عليكم. كاريزما تعال فراش سجدات مصلى يا عيال. والله فريق تغزيبه. الفريق ذا حق غزوه. حرام تلعبهم قدام انديتنا هذول، اقسم بالله حرام. انطرهم في ابطال اوروبا، انطرهم هناك. روح دوري ابطال اوروبا، روح للسيتي قبل السيتي يا اخي، قبل مدريد. يا عيال يروعون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. رسميا ياسين بونو لاعبا لنادي الهلال، الحارس القوي، الحارس المغربي اللي شفنا كلنا ايش سوى في كاس العالم. فعلا حارس الهلال. والله انتبهوا تنشغلوا على الهلال يشوفك مشغول شويه، عندك مباريات تسوي حاجه شيء يعلن على صفقه، وبعدين ما يعلن علي صفقه كذا لاعب عادي، لاعب محلي، لاعب اجنبي عادي، لا يشوف اعلى ليفل ممكن يوصل له يعلن. الهلال الشيء الوحيد اللي باقي يسويه يرجع خولت، بيليه، مارادونا، الاسماء دي يرجعهم ويلعب بيهم خلاص، عشان تقتنع انه هو من جد التيمت تيم عامل